هو البياع الشاطر؟ والله ده سؤال صعب، بس خليني اقربه زي ما كنا بنتكلم كده من شويه. بقول لك انه زي الممثل الشاطر اللي بيتقمص الشخصيه. بيتقمص الشخصيه ان انا فعلا بخدم الكلاينت، انا بخدم العميل بجد، انا مش جاي ابيع له. انا جاي اقول لك ان ده الشيء مناسب ليكي عشان ده طب المستوى الاجتماعي بتاعك، عشان دي ثقافتك، عشان ده شيء انت بتحبيه. مش هاجي ابيعهولك عشان انا عايز اقفل التارجت بتاعي. هنا البياع الشاطر دول على فكره مش كتير فعلا. مفيش بياعين شاطرين كتار. البياع ده بيبقى وانا عندي يعني يمكن انا عندي فكره صادمه شويه مع ناس كتيره في مجالنا، وهو ان انا البياع عمره ما كان يعني مهاره تتعلم. البياع مهاره مولود فيها الانسان، هو مخلوق عنده القدره على التعامل مع الناس وعرض الشيء ليهم، فيديهم نوع من انواع الرغبه انه يشتروا منه. الاخفاق اللي بيحصل للبياع هو اخفاق بيحصل بسبب انه مش قادر يفهم العميل احتياجه ويلبيه له. هو عايز ينفذ من الاخر كده، انا عايز ابيع له اللي انا عايز ابيعه مش اللي هو عايز يشتريه. دايما دي مشكله البياع لما بيشتغل الدور اللي هو يحاول يتحول لسيلز او بياع، مش بيتحول لشخص عنده مصداقيه في التعامل مع العميل. ومش ناس كتير على فكره عندها مهاره البيع. الناس اللي عندها مهاره البيع دايما الناس عندها اتيتيود وطله وليها زي ما بيقولوا كده مصداقيه. مجرد تشوفيه انت بتصدقي، انت بتحبي تتعاملي معاه. ما هو ده جزء، دي اول اداه في البيع اصلا. والبياع الشاطر برضه هو اللي عنده القدره انه يحافظ على العميل بتاعه. هو لو هو ما حافظش على العميل سقطت منه الشطاره. صحيح. لانه البيع البيع عامه هو مش عمليه لحظيه بتنتهي، لا. البياع الشاطر بيفضل عايش مع العميل لدرجه ان العميل ممكن يطلب منه حاجات في مهنه غير مهنته لمجرد انه مصدق، فيطلب منه خدمات اخرى. فهو بالعكس، هو البياع الشاطر ده اللي بيحافظ على العميل. اللي بيحافظ على العميل ده مش بياع شاطر، ده حد عمل اكشن في لحظه كويسه ووفق فيها بالصدفه. هو باع بالصدفه عادي جدا. ولذلك دايما في عندنا في مجال المبيعات والتسويق دايما نقول ايه، حظ المبتدئين بيجي دايما مع البياع في اول ما بيشتغل معانا. يجي له بيعه في اول شهر، في اول اسبوع، حسب طبعا طبيعه المهنه. بعد كده يبتدي بقى يبان، يظهر هل هو عنده امكانيات حقيقيه ولا دي كانت مجرد صدفه البدايه.